شغال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده اختبار للسواقة اللي عايز يطلع رخصة يعني. مش عارف الناس ليه مصعبة على نفسها. ده عمر عملها في 46 سنة تقريبا. عمر ده المفروض يعملها في 10 ثواني يعني، لأنه بيسوق عربية جنبه. ارجع يا نجم يا ابني بتاع الكورة، مش وقت. لو محمد ابن اختي حاطط شاي على البرميل. اللي عمل البروفة دي محمد كان بيطلع رخصة طبعا، ومضايق طبعا المسافات لأن العربية صغيرة. ده بقى انا بقى شفت لك اسد. ايوه يا راي، ايوه يا راي. انا عملتها اول مره في 30 سنه. انا عملتها مرتين ورا بعض على فكره. دي الرجعه. هنا عمر اللي بيسوق جنبه، انا اخر ملاكي يعني. عمر اللي بيسوق جنبه عملها في 7 وفي 46 سنه تقريبا او 47 سنه. لا الامكانيات استاذ سلامه، استاذ سلامه. طبعا استغلت العمليه عملتها مره ثانيه. لا برضه 3 سواق. تعال. طبعا العربيه كانت عايزه عربيه اصلا يعني، العربيه ما تتسقش. بره كده. لا هي مش بره. اسد رجع بظهره. بس هو لف الام هناك على بس. تاني مرة برضه عملتها في 30 ثانية. طبعا قولوا لنا في التعليقات يعني افضل حد عمل البروفة دي مين بقى، عمر ولا انا ولا محمد؟ ده بقى محمد صاحب الليلة. هو محمد عملها كويس بس غاب شوية يعني، عملها براحته. وده على فكرة في البروفة في المرور ده شيء مطلوب يعني. لو حد بيعمل بروفة في المرور يشتغل براحته. شو بقى تكتبوا في التعليقات احسن حد عمل البروفه دي. اصبر يا اسطى هتخش. فيديو يعني عامل له بروفه طبعا تسالي، تقدر تقول تسالي، تقدر تقول يعني ما يروحش المرور جاي واقع. برضه شارككم يمكن حد يستفاد من الفيديو. اوعى او ما استفادش مش مشكله. عمرك بقى التراخر من وسط اللي معاه كده